السلام عليكم. تعالوا النهاردة كده نعمل عيش فينو زي المخابز وأحسن كمان. طبعا في المخابز صغروه جدا بقى عامل كده زي البقسماط، فأنا هعمله معاكم النهاردة بحجم كبير ومن نص كيلو دقيق بس هنعمل 12 رغيف. ممكن كمان يعمل معاكم كمية أكبر من كده لو انتوا صغرتوه شوية، ومن غير بقى ولا لبن ولا بيض ولا زبدة ولا أي حاجة من دي. طبعا في المخابز بيعجنوه بمية، مستحيل يكونوا بيحطوا بيض ولا لبن. هعمله معاكم بنفس طريقة المخابز بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بقى كده كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية علشان احنا في الصيف. اما لو في الشتاء فاحنا هندفي المية شوية. هحط على المية دي كده معلقة كبيرة من الخل، 3 معالق كبار من الزيت، 3 معالق كبار من السكر. وهنا احنا بنزود السكر علشان العيش الفينو بيبقى مسكر شوية كده. معايا كمان معلقة كبيرة كده من الخميرة، نص معلقة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ممكن تستغنوا عن الخل والبيكنج باودر لو هما مش متوفرين عندكم. كتير ما بيكونش عندي بيكنج باودر وخل، فبعمل من غيرهم وبتبقى النتيجة برضو حلوة جدا. الخل والبيكنج باودر زي محسن كده في العجينة، فبيدونا نتيجة أفضل. بس زي ما قلتلكوا كتير بعمل من غيرهم وبرضو بيطلع حلو جدا. قلبت بقى كل المكونات في بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده جبت معايا نص كيلو من الدقيق، اللي هو 4 كوبايات بمج الشاي العادي. هقلب بقى كده كويس جدا بالمعلقة قبل ما احط ايدي خالص، لحد الدقيق ده كله ما يختفي كده والمية تتشربه. هنا بقى مش هنزود مية خالص غير لو العجينة احتاجت معايا. في نوعية دقيق بتستكفي بكوباية مية بس، وفي نوعية تانية بتحتاج مثلا تزودي لها معلقتين او 3 مية. فانا هقلب كده الاول، ولو احتاجت معايا هبقى ازود لها، بس بعد ما الم العجينة كده واشوف هي هتحتاج معايا مية ولا لا. شلت بقى كده المعلقة خالص وهبدأ أعجن بإيدي كويس جدا. لازم العجينة تعجنيها كويس. هنا زي ما انتوا شايفين كده لقيت العجينة ناشفة جدا معايا، يعني بضغط عليها كده بالعافية. فبدأت أزود لها مية، خدت معايا حوالي من معلقتين ل3 معالق مية كمان. بزودهم كده بالتدريج علشان العجينة تتشرب معايا، وكمان علشان ما تطراش معايا واعرف اتحكم فيها، فبزود كده شوية بشوية صغيرين. هنا العجينة انا مش عايزاها تكون طرية، انا عايزاها تكون يابسة شوية، وفي نفس الوقت تبقى ملمسها ناعم كده، ما تكونش مقطعة معايا ولا اي حاجة. فانا لازم اعجنها كويس جدا كده بالشكل ده لحد ما تنعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. العجينة لو بقت طرية معاكي هتلاقي العيش كده بعد الخبز هتلاقيه فرش معاكي. فانا عايزة العجينة تبقى يابسة كده علشان لما اشكلها تفضل الشكل بتاعها زي ما هو، ما تفرش العجينة مني. خلاص هنا عجنت العجينة بالشكل ده، شايفين بقى ملمسها ناعم خالص، مش مشققة ولا اي حاجة. كده انا عجنتها كويس جدا بالشكل ده وما بتلزقش في ايدي علشان انا عاملة العجينة يابسة زي ما قلتلكم. هديها بقى كده دهنة زيت بسيطة كده على وشها، واغطيها بكيس وعليه فوطة كده علشان تخمر معايا. دهنة الزيت دي كده بتخلي العجينة ما تلزقش معاكي في الكيس او في الفوطة بعد ما تخمر معاكي. هسيبها بقى كده لحد ما تخمر معايا وتضاعف الحجم بتاعها. هنا بقى بعد ما خمرت معايا وملت الطبق كده بالشكل ده، هفضي بقى الخمر بتاعها كده وطلع كل الهواء اللي جواها بالشكل ده كده. وهبدأ اقطع معايا العجينة كده ل 12 قطعة يكونوا متساويين. هحاول كده اعملهم يكونوا قد بعض، هعملهم 12 قطعة. ولو صغرت القطعة شوية عن كده هيعملوا معاكي كمية اكبر من كده شوية. طبعا هنرش رشة دقيق كده تحت العجينة واحنا بنقطعها علشان ما تلزقش معانا. هسيبهم حوالي 5 دقايق بس يرتاحوا معايا كده ويرفعوا، علشان لما اجي افرد العجينة تتفرد معايا بكل سهولة وما تشدش مني وترجع كده. خلاص هنا كده بعد ما ريحت العجينة هجيب اول واحدة انا قطعتها كده هتكون ارتاحت معايا. هبدأ افردها كده بالنشابة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، على قد كده رغيف العيش الصغير. وبعد كده هلفها رول بالشكل ده كده. بعد ما لفيتها رول بتبدأي كده تاخدي الجوانب بتاعتها تدخليها لجوه كده، وتضغطي عليها وتقفليها بالشكل ده زي ما هو موضح قدامكم كده. هعمل معاكم كمان واحدة بالشكل ده. ببدأ افردها كده بالنشابة والفها رول بالشكل ده كده، وقبل ما اوصل للاخر باخد الجناب دي وادخلها لجوه زي ما انتوا شايفين.
وابدأ اضغط عليها بقى واقفلها كده. الحتة المقفلة دي هي اللي بتبقى في ارضية الصينية، هي اللي بتبقى تحت كده، علشان لما تخمر معايا متفتحش بعد الخمر، فلازم تكون في ارضية الصينية. برصهم بقى كده واحدة جنب التانية، ولازم تسيبي بين كل واحدة والتانية مسافة، علشان هما لسه هيخمروا معاكي وهيتضاعف الحجم بتاعهم، فانا مش عايزاهم يلزقوا في بعض. دي اخر واحدة بقى كده هعملها معاكم، بطئة فيها الفيديو شوية. انا فردتها قد رغيف العيش الصغير، وببدأ الفها رول كده زي ما انتوا شايفين. وقبل ما اوصل للاخر لازم اخد الجناب دي كده زي ما انتوا شايفين، ادخلها لجوه كده علشان العيش الفينو يبقى متساوي معايا. هاجي بقى هنا ابدأ اضغط عليه كده علشان يقفل معايا، ما يفتحش ساعة الخمر. والجنب اللي انا قفلته ده وضغطت عليه بيكون لتحت. هخلص بقى بقية الكمية كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلصت بقى كده تشكيل العجينة، عمل لي معايا 12 رغيف، والرغيف كبير مش صغير. حطيتهم كده في صينيتين، ادي واحدة وادي التانية كمان هجيبها. حطيتهم في الصينيتين دول، هسيبهم بقى لحد ما يخمروا معايا على حسب بقى الجو عندك. يعني ممكن ياخدوا معاكي نص ساعة، ممكن لو احنا في الشتاء ياخدوا ساعة، يعني على حسب تدفئة المكان عندك. هنا بقى العيش بعد ما خمر معايا بالشكل ده وتضاعف حجمه كده، جبت كده حوالي 3 معالق من المية، دوبت فيهم كده معلقة سكر زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ادهن بقى وش العيش كده علشان ياخد معايا لون حلو. المية بسكر بتدي لون حلو جدا لوش العيش. هدهنهم كلهم كويس جدا بالشكل ده، وهكون مسخنة الفرن عندي قبل ما ادخل العيش بحوالي 5 دقايق كده علشان يسخن معايا. بدخل بقى كده العيش على درجة حرارة 200، بيدخلوا على درجة حرارة عالية في الرف الوسطاني. بولع من تحت بس، الشواية مش بولعها غير في الاخر خالص لو هما احتاجوا ياخدوا معايا لون. اول ما بياخد لون حلو كده من تحت بروح قافلة من تحت ومولعة من فوق علشان وشهم يحمر. هيقعدوا معايا في الفرن حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقة، مش اكتر من كده علشان العيش ما ينشفش معاكي. اول ما يطلع من الفرن كده بغطيه فوطة علشان يفضل طري معايا ما ينشفش. بعد كده ما يبرد تماما ببدأ اشيل بقى من عليه الفوطة كده، وهتلاقيه لازق شوية، فانا بشيله كده بأي حاجة عندك تبدأي تضغطي عليه كده هيطلع معاكي بكل سهولة. العيش بقى كده طالع تحفة، طري جدا زي ما انتوا شايفين، وكمان واخد معايا لون حلو جدا. جربوه بقى علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.